ونستهديه ونستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فما زلنا بحول الله وقوته مع كتاب الأنفاس الأخيرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة. الإنسان دائما لما يقرأ عن الموت فيجيله إحساس يقول له كفاية كده. أو عندما تسمع خطبة أو درسا عن الموت فتبص تلاقي إيدك سرحانة على الماوس تشغلك في حاجة تانية، إنك أنت بتقفل التليفون، إنك أنت بتلعب. فكأن الشيخ يشعر بنا فبيقول الشيخ أخي الحبر لا تقف عن القدر، كمل المؤمن، احنا سنكمل عن الموت. الشيخ بيقول لا تقف على القراءة، استمر لحظات وانظر في حال من سبقك واعتبر بحاله. فعلا ما يحيي القلب هو ذكر الموت، فإن غفلتنا عن الموت جعلت قلوبنا أشد من الحجارة قسوة وأفسدت قلوبنا، وحب الدنيا وإدمانه والسعي واللهث وراءها أفسد علينا قلوبنا. لذا نحتاج دائما أن نعتبر كلنا لنا ذكريات مع الموت. كل واحد فينا يقعد يفتكر فلان صاحبه اللي مات وكان رجل صالح ويترحم هو عليه ويرى أن الناس ما زالت تذكره بالخير، ويرى فلان الطالح الذي استراح واستراح الناس منه. فمع الموت لنا ذكريات، فنحن اليوم نعتبر بالناس وغدا نكون نحن للناس عبرة. من علامات صلاح الرجل أن يذكر بعد موته بخير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم شهود الله في الأرض. فالشيخ يقول واعتبر بحالهم فإن من أتى بعدك سيعتبر بحالك. لما احتضر عبد الرحمن بن الأسود بكى فقيل له لم تبكي؟ فقال أسفا على الصلاة والصوم. دلوقتي بدأت تظهر، مش بدأت تظهر، هي طبعا موجودة بس بدأت تطغى الأيام دي حاجات جديدة على الساحة. كانت زمان ملحوظة، دلوقتي أصبحت واقع. لما تبص أي واحد النهاردة في مصر، بلاش في مصر، في العالم كله، مشغول بإيه؟ أنت مشغول بإيه يا سيدي؟
لا 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 فعلا اقعد ركز في لحظه، وخصوصا المتجوزين. انت مشغول بايه؟ كل واحد ليس له شغل الا ايه؟ بيته وعياله. اهم حاجه ان مراتي تسكت، فعشان تسكت لازم اعمل ايه؟ هي تقول وانا نفس. صح كده؟ سعيد انت الواحد بيتكلم عن عنه. طب انت ايه اللي جابك في الصيد انت؟ خليك نبقى الحاضر. لا لا كل يسعى لأن يسكت امرأة، فهمه كله انها ما تعملش مشكلة، وهمه كله ولادي عايزين ايه. فصارت عبودية ان كل واحد بقى كل اهتمامه مين؟ بمراته وعياله. ما جيتش تنفي ليه؟ والله اصلا طب انت ايه؟ يعني الواحد لما يفتكر الماضي زمان يعني الاباء زمان ما كانوش يعرفوا ولادهم في سنة كام، ومع ذلك الاولاد كانوا بيطلعوا ايه؟ متفوقين. دلوقتي ابوك عارف ان انت في سنة كام، وبتروح درس الساعة كذا وبتيجي الساعة كذا، وامك ليل ونهار تذاكر لك وعماله تشد في شعرها عشان تذاكر، ومع ذلك العيال ايه؟ يعني كتدريس المواد الدراسيه دلوقتي الكتب ما فيهاش ماده تعليميه، الكتب كلها صور، ومع ذلك العيال برضه ايه؟ فشل. الرفاهيه مطلعه ايه؟ فاشل. هو في دكتور دلوقتي دكتور شاطر انت اللي بتعلم بره، معنى كده ان التعليم هنا ايه؟ فاشل. مفيش مهندس. مع قضيه الاهتمام الشديده. يعني لما تيجي تتكلم عن وسائل التربيه، من وسائل التربيه الخاطئه شده الاهتمام بالولد. بالعكس الولد لما بيتكلموا في مرحله من سن 2 ل 4، من سن 2 ل 4 بيقولوا ان الولد كل همه ان يلفت الانظار حواليه، فلا بد ان الولد بيجي فتره يعمل حاجه ما توصلوش، عشان ما يبقاش قضيته كلها انك انت تعمل ايه؟ تبص له. زي قضيه ان الامهات عندهم روح شديد جدا وقلق على الاولاد، قلقان على الولد. امال هيربى الرجل ازاي؟ ما ينزلش لوحده، ما يطلعش لوحده، ما يروحش لوحده، ما يجيش لوحده. طب وبعدين هيبقى راجل ازاي؟ الاهتمام الزياده ده والتدليل الزياده يؤدي الى افساد مين؟ زي الاهتمام الزياده بالمراه يؤدي الى افساد المراه. اصل المراه دي قضيتها ان هي كل حياتها انها تسيطر على الرجل. طبعا مش كلهم يعني 99 خلاص. فازاي تسيطر عليه؟ فهو الراجل يجي يخلق خلاص نقطة هي مسكتك فيها مش هتطلع منها تاني. فعشان كده لابد ان احنا نتحرر من تلك العبوديات. ما تبقاش قضية ان انا بقعد في بيتي، اهم حاجة مراتي ترضى، اهم حاجة ولادي يرضى. كده كده لم ترضى المرأة ولم يرضى الولد مهما بذلت. الاصل في نساء الجحود النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كنا ايه؟ تكفرن. قيل نكفرن بالله؟ قال لا ولكن تكفرن العشير. يحسن اليكن الدهر. ده خلق جبلي، هي مخلوقه كده. فعشان كده نتحرر من العبوديات دي ونعبد الله. قضيه توحيد القصد، ان انا ارضي واحد بس. ربنا ضرب مثلا كده سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما للرجل هل يستويان مثلا؟ حضرتك بتعبد كام الله؟ واحد. يؤمر حاضر انفذ على العين والراس. لكن حضرتك لما تعبد 10 آلهة، لما انت بتعبد مراتك وتعبد ابنك وتعبد مديرك في الشغل وتعبد صاحبك وتعبد، هترضي مين؟ لكن لو اسخطت كل هؤلاء في مرضات الله انتهى الامر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بسخط الناس
لرضيت الله عز وجل لأرضى عنك زوجتك شاءت أم أبت، ورضي الله ورضي الناس عنك شاءوا أم أبوا. ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس. شاءوا أم أبوا يسخطوا مهما بذلت عزت. زي ما بيقولوا عندنا في الفلاحين عندهم في الصعيد لو ولعت صوابعك ال20 شمع واستلفت 20 فوق ال20 ابدا. عشان كده توحيد القصد انك انت ترضي واحد بس يبقى هدفه غاية ان الله عز وجل يرضى عنك. فعشان كده لما تبص للرجل بيتأسف عليه. كتير من الاباء النهارده لما تيجي تقابل اي اب النهارده فيجي يقول لك ان انا مزنوق شويه ليه؟ اصل انا باخد شقه في اكتوبر عشان ابني اللي لسه في ثانيه ابتدائي بجهز له عشان لما يبقى يتجوز. فواحد بيقول لي الكلمتين دول قلت له ابوك كان سايب لك ايه؟ ابوك كان سايب لك ايه؟ امال انت مضيع حياتك كلها على ولادك ليه؟ ابوك ساب لك ايه؟ ولا حاجه. اتجوزت خلفت شغال شغلانه كويسه مرتب كويس. ابوك وانت عندك 10 سنين 12 سنه رماك في الشارع واشتغلت طلعت راجل تتحمل مسؤوليه. الطفل اللي انت بتدلله لحد ما يبقى في الجامعه ولسه بياكل مصاصه ببقه هيتربى ازاي؟ لما تيجي دلوقتي انا كنا اتكلمنا قبل كده في اسباب الطلاق. احنا قلنا نسبه الطلاق في مصر هنا في اول 5 سنين زواج 80%، لان الولد طلع لحد ما دخل الجيش ما بيعرفش يشتري له رصاص، ما بيعرفش يشتغل، ما يعرفش يروح مشوار، لازم هو ماسك التليفون وانت طول الطريق رحت لحد فين؟ وصلت ايه؟ ركبت ايه؟ نزلت ايه؟ عملت ازاي؟ طب قلت للراجل ايه؟ طب قال لك ايه؟ فلم يتحمل مسؤولية القبض. يخرج من بيته يجي يتحمل مسؤولية بيت ما يقدرش، وهي تيجي تتحمل مسؤولية بيت. حضرتها طالبة في الجامعة تيجي من الجامعة طب انا عندي حلقة تحفيظ، ده انا عندي ايه بتاع، لا بتعرف تطبخ ولا تغسل ولا تكنس. تيجي تخش البيت وفجأة ان هي ايه؟ امها تيجي تعمل لها كل حاجة وتمشي وهو بيصرف عليها وعليها وهم قاعدين في بيته. يبقى كيف تنجح نتيجة مثل ذلك؟ عشان كده تبص للراجل يجي يتأسف ويموت، ياه انا جوزت 3 عيال ودول التاني نسيت اجيب شقه. هذا اسفه عند الجواز. تلاقي الخناقات كلها على التركه. الراجل جوه لسه بينازع في الروح ومفيش حد قاعد جنبه يلقنه الشهاده وهم قاعدين بقى عاملين ايه؟ الولد الصغير يقول لك لا قبل ما توزعوا التركه تدوني حق الجواز بتاعي، مش جوزكم كلكم؟ اشمعنى انا؟ وهو راجل جوه بيقول ايه؟ كوبايه ميه ومفيش كوبايه ميه. عشان كده بص الراجل هذا عند موته يقول اسفا على الصلاه والصلاه. يتاسف على ايه؟ احنا نتاسف على الدنيا. لما تكبر وتبقى 50 سنه 55 سنه تيجي تستلذ بالدنيا تلاقي ملهاش طعم. تيجي تنام على السرير جنبك ده يوجعك، جنبك ده يوجعك، رقبتك توجعك. تيجي تاكل الدكتور منعك من دي ومنعك من دي ومنعك دي. تيجي تلبس اصلا ما ينفعش تلبس دي ما ينفعش تلبس دي. تيجي تعمل اصلا ما ينفعش تعمل. فضاعت ملذات الدنيا. فعشان كده الذي ينظر بعين الحقيقة ينظر الى الدنيا الى انها ايه؟ دنيا. هي ايه؟ دنيا. فهي لا يصلح الا ان تكون اسفل النعال. اما الاخرة ففوق الرؤوس. الشيخ بيقول كده يقول الرجل اسفا على الصلاة والصيام. والله انا كان نفسي اصوم اكثر من كذا، كان نفسي اصلي اكثر من كذا، كان نفسي اتصدق اكثر من كذا، كان نفسي اسف يا رب اسف انا اصدق حقك والله
يا رب انا كان نفسي اموت وانا حافظ القرآن، يا رب انا كان نفسي اموت وانا كل ليلة قائم، كل يوم صائم، كان نفسي اسفا على الايه؟ على الصلاة والصيام. طيب بعد ما قال اسفا ثم يتلو القرآن حتى مات. الراجل بيتأسف عليه على الصلاة والصيام وحاله ويتلو القرآن حتى مات. انا كنت جربت المرة زمان، كانت حرارتي ارتفعت سخونية، قلت بقى انا اللي هجيب دكاترة ولا احزنون، خليك راجل كده واستجدع واقعد بقى اهلك نفسك، خذ بالاسباب وايه وتجلد واشتغل في الرقية وخلي عندك يقين ان فيها اسباب الشفاء. السخونية عمالة تعلى وانا عمال ارقي نفسي، نص ساعة واتصلت بيه. فاحنا محتاجين نزرع اليقين في قلوبنا، يعني كل واحد فينا يبص لنفسه. انت لما لك شوية صداع ممكن تفكر انك تعتمد على الرقية بس، فمن شدة تعلقنا بالدنيا أسرع حاجة بتشرحها الدكتور. حضرتك صايم انك حسيت انها تجعل سابونا قول ايه؟ اسهل حاجة تعمل ايه؟ حضرتك صحيت بالليل فاكتشفت انك انت ظبط المنبه قبل الفجر بنص ساعة، فبصيت ايه ده 35 دقيقة لسه حق النوم عندي كام؟ لكن لو عملنا ان الاخرة فوق الرؤوس لما نبص ايه ده؟ يا نهار ابيض، ربنا لطيف كرمني وايقظني قبل الفجر بايه؟ قبل موعدي ب5 يبقى هو عايزني اصلي. سبحان الله. والخروج من هذه الدنيا، اللي هيخرج من الدنيا خروج بكفن. فين الزوجة؟ سيدنا علي وقف على القبور وقال يا أهل القبور أنبئونا بأخباركم، ألا أنبئكم بأخبارنا؟ أما زوجاتكم فقد تزوجت من بعدكم. مراتك فين؟ تقول لك أنا بعدك تحرم على الرجال يا بنت. أما أبناؤكم فهم يستمتعون بأموالكم، أما دوركم فقد سكنها غيركم، أما وما زال يعدد، فأنبئونا أنتم عن أخباركم. فهم لو أنبئونا عن أخبارهم في القبور هيقولوا إيه؟ ما وجدنا شيئا يصلح مع العبد في قبره إلا. عشان كده الإنسان يخرج من الدنيا بحاجتين: بكفن وعمل صالح. يقول الشيخ والخروج من هذه الدنيا خروج بكفن وعمل صالح، تحمل ملفوفا بكفن تاركا وراءك قصورا شيدتها ودورا بنيتها فيها أحباب وأصحاب وزوجات وأبناء. جايبين صورة كده لقبر الخرافي. عارفين الخرافي؟ أغنى راجل في الكويت. الراجل ده كان عمل قصر مكلفه 30 مليون دينار. الدينار بكام دلوقتي؟ يضرب في 30 يجي كتير كده. في الآخر خد من الدنيا ايه؟ 2 متر في متر، مكتوب عليه هذا قبر الخرافي. وبعدين هو كل اللي بتاخده من الدنيا حتة الحفرة دي. وحاجة عجيبة جدا 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 ان مفيش واحد فينا يقدر يلبس حاجة بافتة في الدنيا. كان زمان بيلبسوا البافتة دي ملابس ايه؟ داخلية. ملابس داخلية عند الفلاحين كان كلها بافتة. دلوقتي لو انت رحت تشتري ايه ده؟ بافتة. في الاخر الكفن الشرعي لازم يكون ايه؟ اللي انت رفضه. فسبحان الله. وكل هذا لديك ولكنك ترحل بكفن. أرأيت كيف هوان الدنيا ونهايتها؟
قال عمر رضي الله عنه لابنه عبد الله اقتصد في كفني، فإن كان لي عند الله خير أبدلني ما هو خير منه. أما جيب كفن جيبوا بفتة وجيبوا 3 أدراج بس أو 3 أفراد بس ولفني فيه، لا تطول ولا توسع، يا دوبك تكفني بالعافية. ليه؟ فلو كان لي عند الله خير أن يؤطر بحنوط من الجنة وكفن من الجنة. خلاص؟ وإن كنت على غير ذلك هدبني فأصبع سلمي. لو أنا كنت مش من أهل السعادة ومن أهل السخاء، الكفن مش هيتقلع، هينزح. وإن كنت على غير ذلك سلبني فأسرع سلبي واقتصروا في حفرتي، فإن كان لي عند الله خير لأوسع لي منها مد البصر. تروح دلوقتي تلاقي المقابر عاملينها بره مش عارف برزخام وجوه مش عارف ايه، ووصل الامر انهم بدأوا يحطوا سماعات ومايكات وقرآن شغال ليل ونهار في القبر. ما كنتش بتسمعوا في الدنيا، هينفعكم في القبر في ايه؟ حتى لو سمعتوا ما كنتوش بتفهموا، حتى ان فهمتوا ما كنتوش بتعملوا، حتى ان عملتوا ما كنتوش بتخلصوا، حتى ان اخلصتوا شوية وترجعوا تاني لما كنتم عليه. فإن ينفعكم. فإن كان لي عند الله خير أوسع لي منه مد بصري. لو العبد الصالح في قبره فيوسع له في قبره مد بصري، آخر ما يشوف ويفتح له باب إلى الجنة. وإن كنت على غير ذلك ضيقها علي حتى تختلف أضلاعي. فالراجل ده أصبح كله قلبه معلق فيه بالآخرة، يأكل زيت وخل، بطنه تكركر، يقول ايه؟ قرقري أو لا تقرقري، ليس لك طعاما إلا هذا. يلبس جلابية فيها 13 ربع وقالوا 17 ربع. لما انت النهاردة تيجي تبص للجلابية وانت خارج مش مكوية، ايه ده؟ انا هخرج قبل الناس الجلابية مش مكوية؟ ايه ده؟ الشبشب مش متلمع؟ ايه ده؟ وسيدنا عمر رضي الله عنه يروح يقابل ملوك الارض كلهم وهو لابس جلابيه فيها امراه، لانه كان لا يراعي نظر الناس. احنا صرنا نعبد الناس. تعيس عبد الخميصه دي عبوديه المنظر والوجاهه، عبوديه جديده. ان الواحد يعبد الناس بيقولوا عليه ايه؟ يا عم انت قالوا على سيدنا النبي ايه؟ مجنون، قالوا عليه كذاب، قالوا عليه ساحر، قالوا عليه كاهن، هيقولوا عليك ايه؟ ولما احتضر سعيد بن مروان قال يا ليتني لم اكن شيئا، يا ليتني كنت كهذا الماء الجاري. يا ريت ما كنتش حاجه، يا ريت ما كنت شويه ميه تمشي وخلاص انتهى. ثم قال هاتوا كفني، ثم قال يا دنيا أف لك أف لك ما أقصر طويلك وأقل كثيرك. طويلك يا دنيا، العمر الطويل ده قصير، تيجي لحظة الموت. النهارده يا جماعة لما تبص لذكرياتك كده، النهارده اللي عنده 40 سنة فاكر حاجات من 30 سنة، ال 30 سنة عدوا عليك كأنهم قد ايه؟ ال50 سنة عدوا قد ايه؟ زيهم بالظبط. ال60 سنة عدوا قد ايه؟ اللي عنده 100 سنة عدوا قد ايه؟ كأنها لحظة، كأنها حلم. والمشكلة ان هي في الدنيا حلم، ولكن في الآخرة حساب، وحساب عسير، حساب عن كل شيء، عن الفتيل والنقير والقطرير. حساب ان في صحيفة لا يخلو منها شيء، يعلم خائنة الأعين وما يلفظ من قول إلا لديه كل حاجة مكتوبة تيجي. أنا بقولك
الصحيح ترفع الصحيح. أظلمك كتبتي، أظلمك ملائكتي، أظلموني، سهل خالص. الكاتب فتنطق اليد، يختم على فيفا ايه؟ اليد تقول انا سرقت، والعين تقول بصيت، والودن تقول سمعت، والبق ينطق يقول قلت، والفرج ينطق يقول زنيت، والرجلين تنطق تقول سعيد. فساعتها تنطق بلسانك انت فتقول تبت لكن فعن كن كنتم ما حدش يهرب بالحساب. قال عبد الملك بن مروان في مرض موتي ارفعوني، فرفعوه حتى شق الهواء. ارفعوني يوم 15-20 عبد مع وزير مع رئيس وزراء مع رافعينه لفوق، رفعوه لحد ما لزقوه في السقف مش عارفين ينزلوه، فده رفعوه عشان يشم هوا شويه هوا، شم شويه هوا. فلما شم الهوا قال يا دنيا ما أطيبك، إن طويلك لقصير وإن كثيرك لحقير. تعالى كده وبص لأي واحد في الدنيا، ملياردير، مالتي ملياردير، معاه فلوس الدنيا كلها. تخيل كده منظر قارون وهو بيغرق، وهو بيبص على الايه الخزائن بتاعته اللي مفاتيحها بتنوب بالعصبة والقوة، بيبص للفلوس وهو ظن انه هيقول الفلوس ايه؟ ما تلحقيني. ومين اللي وداه في الدنيا؟ ما هو قال انما اوتيته. طب خليها تنفعك، خلي علمك ينفعك. وان كنا مثل في الغرور اخواني جد. فين يا شباب العباد؟ اين اثر التهجد على الوجوه؟ اين اثر الصيام على الوجوه؟ اين اثر القرآن على القلوب والابدان؟ اين العمل لله؟ جد فقد صدقتم. النهارده اللي عايز يقول رجل صالح، الصحابة قاموا سنة حتى كانت سوقهم كجذوع النخل. اللي عايز يقول انا كويس يورينا رجله ولا من قيام الليل ولا لا. اللي عايز يقول انا راجل صالح يورينا اثر الصيام. كان ابو موسى الاشعري يصوم حتى يصفر ويختار، كان احدهم يصوم حتى يعود كعود الخلال زي عود الخلة، ما على جسده مزقة من اللحم او مزعة من اللحم. اللي عايز يقول يورينا كده وهو قاعد في غفلاته وسكناته بيقول ايه؟ الراجل على فراش الموت، الراجل على فراش ايه؟ الموت، عبد الرحمن بن الاسود على فراش الموت. الانسان بتطلب الاراده، وعشان عدته ديدان القران فعمال يتلو القران. فورينا جدوا فقد سبقتم واستعدوا فقد محرقتم. عمالين نبص فلان مات وفلان مات، ما انا جاي اهو، الدور جاي عليك خلاص. وانظروا بماذا من الهوى علقتم. انت متعلق بمين؟ بتحب الدنيا؟ بتحب المظهر؟ كثير من الشباب دلوقتي يهمه شكل جميل، يهتم بتسريح شعره ويهتم بالكريمات والشربات ويهتم بوشه. لا انا هلاقي الجميل ده بشويه الشعر بتاع اللحيه فرض. خلي وشك ده بص عليه كمان 5-6 سنين لما يبدا الكرمشه ويبدا الشعر الابيض يطلع ويبدا. بص على احنا عندنا عشان نعدي قضيب الأطفال نطلع السلم، فانت تبقى طالع السلم فيبقى قدامك راجل كبير كده طالع السلم، فتقول يا انا فاكر كان من 20 سنة وهو بياخد السلم ده في نقطتين، كان فاكر انه في يوم من الايام هيطلع كده. تلاقي واحدة عجوزة شعرها ابيض وبدأ يتنعكش وخارج من هنا وخارج من هنا وماسكة عصاية ومحمية ومش قادرة تطلع. تقول دي من 20 سنة ولا من 25 سنة مش كانت بتقول يا رب تهدي عليك يدي، وكانت تبرز مفاتنها لتفتن الناس. أين هي؟ واحد صديق يقول لنا واحدة من أقربائه كانت امرأة فاتنة، وكانت في شبابها بتلبس الميكرو جيم، وكان جمالها صادق. في كل مكان في الشارع لازم تحصل خناقة
كتر معاكستها وجمالها. بعد سنين مرضت فدخلت المستشفى للعلاج. يقول فذهبت إليها فذهبت إليها فلم أستطع أن أنظر إليها. بعد ما كان كله بيتمنى أن يعمل إيه؟ صار لا أحد يستطيع أن ينظر إليها. أول ممثلة في مصر تعرض ونشرت الأيضا في الأفلام. قبل ما تموت اتحجزت في مستشفى في القصر العيني. قبل ما تموت بشهر بدأ يطلع ريح عفن من جلدها، فراحوا حاطينها في عنبر لوحديها، فكان لا يستطيع أحد أن يدنو منها من الأوضة دي. ليه؟ كان الدكاترة عشان يخش يكشفوا عليها بيعطروا ويرش العنبر كله بإيه؟ بعرفوا الماء العنبر عشان يخشوا، بس عشان مش قادرين يخشوا من الناحية. بعد ما كان كل الناس تعدي تشم ريحة جميلة، فصار الناس ينفرون منها لنكهر منها. فالنهارده وانظروا بماذا من الهوى علقتم. بتحب النساء؟ طيب كلها سنة ولا 2 ولا 3 وهتبقى تمر أمامك وتقول يا ليت الشباب يعود يوم فأخبره بما فعل المشيب. ولا تغفلوا عما له خلقتم، ذهبت الأيام وما أطعتم، وكتبت الآثام وما أصغيتم، وكأنكم بالصادقين قد وصلوا وانقطعتم. أهذا التوبيخ لغيركم أو قد سمعتم؟ الأيام عمالة تجري واحنا عمالين نأخر صلاة ونجيب صلاة على صلاة ونفوت سنة ولا نحسن الوضوء، وخطبة الجمعة أصبحت ظاهرة في كل المساجد. تخش تلاقي الصف الأولاني على نص الخطبة يبقى إيه؟ نص المسجد، على آخر الخطبة يبقى الناس المسجد إيه؟ كنت فين؟ ذهبت الأيام وما أطعتم. النهارده تقدر تقف تصلي، تقدر تمسك المصحف ساعات، تقدر تصوم، تقدر تتصدق. لما تكبر وكتبت الآثام وما أصغيتم. ما أصغيتش للنصح ليه؟ عمال تسود صحيفتك ليه؟ عمال تملأ صحيفتك بنظرة وكذبة ونميمة وبهتان وإثم وخديعة. وكأنكم بالصادقين قد وصلوا. توصل للناس الصالحين عمالة تسبق تجري. الناس دلوقتي بقى في الأعمال الصالحة تيجي كده تلاقي واحد صديق كده تلاقيه حافظ القرآن والبخاري ومسلم، تقابل صديق تاني تلاقيه كل سنة حفظ وكل سنة عمرتين 3، تقابل ثالث تلاقي دروس وكتب، تقابل رابع. هذا التوبيخ لغيركم أو ما قد سمعتم. كم سكن مثلك في هذه الدار؟ بيتك اللي انت فيه ده اوعى تتخيل ان اول بيت في المنطقه كان بيت قبلك. وتلك مساكن لم تسكن من بعدها. في بيوت ما تسكنتش، وفي بيوت وسكنتم مساكن الذين ظلموا فتبين لكم كيف فعلنا. كم سكن مثلك في هذه الدار فحام الموت حول حماهم ودار، ثم ناهضهم وسلب الجار، فمن أنظر قبل هجومه فما جار. يا هذا عمر قليل وقد مضى أكثره بالتعليل، وأنت تعرض البقية للتأويل، وقد آن الأوان أن يرحل النزيف. الموت عمال يلف حوالين الموت. النهارده خد من البيت ده، بكره ياخد من البيت ده، بعدها ياخد من البيت ده. فكون ان الموت يخطف اللي جنبك، يخطف اللي وراك، ويخطف اللي قدامك، يبقى الدور على مين؟ فمن أنظر قبل هجومه فما جاء. أنظرك انت فما ظلمكش. يا هذا عمر قليل، أعمر أمتي بين
60 أو 70 15 سنة مثلا، فجأة تلاقيهم بقى 30، فجأة بقوا 50، فجأة خلاص. كثير مننا يفاجئ النهارده انه بقى كم سنة؟ 35 سنة. ده انا لسه امبارح كنت بقول عندي 25. يفاجئ كده ان ابنه اللي كان لسه هو ظاهر ان عنده عيل صغير ده عنده 12 و15 و20 سنة، يفاجئ ان متجوز بقى 10 سنين 15 سنة. وقد مضى أكثره بالتعليم. إن شاء الله حفظ الحفظ من بكرة، إن شاء الله أنا أحافظ على صلاة الفجر من النهاردة، إن شاء الله بكرة تكوني معك في الدرس، إن شاء الله حلقة القرآن مش هتسيبها إن شاء الله. وكل هذه أضغاث أحلام أم افتراء. أنا ما جيتش امبارح والله، مراتي بس كانت تعبانة وديتها للدكتور. ما جيتش امبارح مراتي بس كانت عايزة تروح تزور أمها فوديتها. ما جيتش امبارح مراتي والله كانت خالتها تعبانة شوية وديتها. مراتي امبارح كانت عايزة تعمل شوية عشان أنا كنت قاعد بلفها مش عارف. وأنت تعرض البقية للتأويل. خلاص بقى أنا هحفظ القرآن بعد السنة ده كله، ما هو الهرب اتملى مش هينفع خلاص. أنا ما أقدرش أقف زيكم زمان، أنا زمان كنت أقدر أقف. طيب تعالى صلي معانا. لا ما أقدرش أقف يا أخي، شباب لسه. طب صوم؟ لا ما أقدرش أصوم، صح ما استحملش. أصل حقن السكر وزو السكر ده والضغط. وقد آن الأوان أن يرحم الناس. يروى عن عبد الله بن شبرمة أنه قال: دخلت مع عامر الشعبي على مريض نعود فوجدناه لما به ورجل يلقنه ويقول له: قل لا إله إلا الله، وهو يكثر عليه. فقال له الشعبي: أرفق به. فتكلم المريض وقال: إن يلقني أو لا يلقني فإني لا أدعوه. الراجل عيان ورايح على السرير، قلت انا اعمل ايه؟ قول لا اله الا الله، قول لا اله ان شاء الله. لا مش كده. طلقين لما تيجي تقول للواحد قول لا اله الا الله، لا اله الا الله وسكت. طالما ما قالش حاجه بعدها سيبه. قال حاجه بعدها يتكلم في الدنيا، يتكلم في المرض، يتكلم في شيء حتى ما يخلص كلامه قل لا اله الا الله. فالشعب الا ليس هكذا. الراجل اللي راجع المريض قال له ايه؟ يلقني أم لا يلقني فإني لا أدعوها. مش القصة هنا، القصة هنا وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. فمن كان من أهل لا إله إلا الله في الدنيا فهو أحق به. قال الشعب: الحمد لله الذي نجى صاحبنا. وقال القعقاع بن حكيم: قد استعددت للموت منذ 30 سنة، فلو آتاني ملك الموت يعني أو الموت ما أحببت تأخير شيء عن شيء. الراجل يقول: أنا بقالي 30 سنة جاهز للموت. جه ملك الموت ما قالوش استنى بس اصلي ركعتين، استنى اصوم، استنى ادفع دين، استنى ادفع رزق، استنى اكل وصيه، استنى لا يا عم تعالى خلصني، اخلق خلقك والله اني لا احبك. هذا شأن الصالح. ويروى عن عبد الله بن المبارك انه لما احتضر نظر الى السماء فضحك. الراجل رقد على ظهره وبص للسماء وضحك، ابتسم. ضحك السنه في ضحك ألا يكون الضحك بصوت، فهو ابتسم وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون. لأن شاف فتح له باب من الجنة، أري مقعده من الجنة، وقيل هذا مقعدك إلى يوم القيامة. فقال: يا جماعة أنا تعبت. عبد الله بن المبارك كان يعمل فينفق على العلماء، وكان قالوا شوية طلبة قاعدين كده قالوا: أعددنا 100 خصلة من الخير. قاعدين نعد كده فقلنا إيه؟ نعد خصال الخير.
الصدق والأمانة وصدق الحديث وعدم الكذب وعدم البهتان وعدم الغيبة وعدم النميمة والجود والكرم وحسن الخلق والفتوة قالوا فأحصيناها فوجدناها كلها في عبد الله بن المبارك 100 خصلة من الخير. واحضر بعض الصالحين فبكت امرأته فقال لها ما يبكيك؟ قالت عليك أبكي. واحد قاعد بيموت فبرص عمالة تعيط، فقال لها انت بتعيط ليه؟ قالت له انا بعيط عليه. قال لها يا ست تعيط على نفسك. قال لها فابكي على نفسك فأما أنا فقد بكيت لهذا اليوم منذ 40 سنة. أنا بقى 40 سنة بعيط منتظر اليوم ده شوقا إلى الله. بقى 40 سنة بعيط خايف من اليوم ده. لا أسمع على عبدي خوفين ولا أمين. وقال محمد بن القاسم دخلت على ابن أسلم قبل موته ب4 أيام بنيسابور فقال يا ابن عبد الله يا أبا عبد الله تعالى أبشرك بما صنع الله بأخيك من الخير. قد نزل بي الموت خلاص بموت وقد من الله علي أنه ما لي درهم يحاسبني الله عليه. تقول لك أنا بشرك والله أنا معي ولا بلي. فدخلت الدنيا ايه مفلس وخارج منها ايه ما لي درهم يحاسبني الله عليه. فالنهارده تيجي تموت ايه ده كل واحد يجي يكلمك يعني انت مش هتعمل عيالك حاجه. ثم قال اغلق الباب ولا تأذن لاحد حتى اموت وتدفنون كتبي واعلم اني اخرج من الدنيا وليس ادعى ميراثا غير كسائي ولبدي وانائي الذي ارضع فيه وكتبي هذه. مفيش حاجه مش بتعلم مفيش منابير والبتاع اللي بتغطى بيه والكوبايه اللي بشرب بيه ده اللي انا كل سيبه من الدنيا. فلا تكلفوا الناس مؤنة. وكان معه صبة مع كيس فيه 30 درهم. قال هذا لابني أهداه قريبا له ولا أعلم شيئا أحل لي منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير مال الرجل من كسب ولده. احنا بدأنا نقلب الآية أنت ومالك لأبيك خير مال الرجل من كسب ولده. إن احنا بدينا نخلي الواد مش محتاج اوعى تموت وتسيب الواد يحتاج للناس. فإن أصبتم لي ب10 ما يستر عورتي فلا تشتروا ب15 وابسطوا جنازتي على لبدي وغطوا عليها كسائي وأعطوا إليه مسكينا. وقيل للكناني لما حضرته الوفاة ما كان عملك قال لو لم يطلب أجلي ما أخبرتكم به. ودي المصيبة اللي احنا كلنا مرعين فيها. لما تيجي تسأل كل واحد النهارده انت ليك عبودية في السر تحافظ عليها، ليك صيام محدش يعرفها، ليك صدقة محدش يعرفها، ليك قيام ليل محدش يعرفه. تلاقي كل الناس عارفة عنك ايه. حتى السنة الراجل يصلي الفرض وقبل ما يقول اذكار الصلاة يكون بيعمل ايه؟ يقول لك عشان خلاص اروح البيت يبقى ما وريش حاجة. امال هتعمل ايه في البيت؟ معك 10 جنيه؟ طيب هتسجل سجل لك كتير 10 جنيه بقى سجل. في هنا فاكهة كل انواع الفاكهة يا سيدي. 20 ما تخليهم 50 بكلمه حلو. نعم ده كده عشان اخي بيقول عشان انا عايز تعمل مكالمة تاني. بنستنى اياك لما ذهبنا في المساء
مسألة، بس انت كده هتدفع الريسيت هتخلي على الناس. احنا كان عندنا اللي بيعمل الكلمة بيدفع 10 بس، كده خليتها 20. خلاص الريسيت هترفع يا سيد بعد 20 يا سيد. ماشي خلي بالك يا ولاد الريسيت بعد 20. انت بقالك كتير ما دفعتش ليه؟ ما جابش الموبايل. بس من ساعة آخر 10 دفعت التليفون بتجوش البيت. وقيل للكناني لما حضرت الوفاة ما كان عملك؟ قال لو لم يقرب أجلي ما أخبرتكم به. فكل واحد فينا لازم تبقى له خبيئة كده من عمل صالح، اوعى السنة تبقى منها في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، اجعلوا لبيوتكم من صلاتكم نصيب. تاني حاجة مراتك لازم تشوفك وانت بتصلي وتشوفك وانت بتقرا قرآن. امال انت تقرا قرآن وتصلي ازاي؟ اغلب النساء في البيوت تنقض الصلاة الأقرب، أنا مش فاضية بتعملي ايه طول النهار؟ فنحتاج أن نقرأ كيف تصلي. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إذا أمن أحدكم الناس فليخفف، وإذا صلى بنفسه فليوصل ما شاء. فأنت هنا الصلاة اللي بتاعت الإمام دي أطول صلاة عندك، لكن لما تروح تطول بقى خد راحتك، اسجد سجدة كده، اسجد سجدة براحتك، اتمرن، خد لك سجدة كده ربع ساعة 10 دقايق تلت ساعة نص ساعة، بدل ما انت عمال تبذل وجهك للناس كلهم، ابذل وجهك لربنا وانت ساجد. اطلب منه نفسك في ايه؟ عايز فلوس؟ مين اللي هيديك فلوس؟ وإن من شيء إلا عندنا خزائن. عايز وجاهة، عايز قبول. كتير مننا عمال يرضي الناس، أسهل طريقة عشان ترضي الناس تعمل إيه؟ يا جبريل إني أحب فلان، ينادي جبريل عليه السلام إن الله يحب فلانا فأحبه، ثم يوضع له. دول يحبون غصبا عنهم، غصبا عنهم يحبون. قال لو لم يقرب أجلي ما أخبرتكم وقفت على باب قلبي 40 سنة. أنا واقف حارس على الباب 40 سنة، فكلما مر فيه غير الله حجبته عنه. تيجي مراتي داخلة ابعد، أنا حارس أهو. تيجي الدنيا داخلة ابعد، يجي ابني داخل ابعد، يجي حتى النبي صلى الله عليه وسلم يجي داخل لا الله أنا. عشان كده لازم نصحح المفهوم. انت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ لأن الله أمرنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يحب لذاته، ولكن يحب الوعيد كله الذي يحب لذاته من؟ وكل المحبوبات تابعة لما يحب الله. كنا بنتكلم من الخطبة اللي فاتت، كنا بنتكلم عن الإيثار. فمن الإيثار ده خلق نادر ما بقاش موجود في حياتنا الدين. الخلق الإيثار ده قال لك أن أعلى مرتبة أن تؤثر الله على الناس أجمعين. فقالوا الإيثار مع الله في حاجتين: أن ما أحبه الله تحبه ولو كانت نفسك ضبوطه. أنت نفسك بتحب النوم، وربنا قال لك صلي بالليل تقوم تعمل إيه؟ وأن تبغض ما يبغضه الله وإن كانت نفسك تحبه. النفس كبيرت على حب المال، بس ربنا قال لك تصدق، يبقى تنفق حتى ولو كنت كارها لأن الله ايه؟ يحب ذلك. عشان كده سيدنا أبو بكر لما أنفق ماله كله لو استمسك رسول جميل ماذا تركت لأهلك؟ تركت له ايه؟ الناس فاكرين ان سيدنا أبو بكر ده كان فقير. اوعى تفتكر كده. ستنا عائشة رضي الله عنها تقول ما افتقرنا إلا لما تولى أبو بكر الخلافة. لما قعد يتفرج للخلافة بقى ايه؟ أصل ساعتها ما كانش اكتشف سويسرا. فكلما مر فيه غير الله حاجته عنه. أخي كم وقفنا على أبواب قلوبنا لنرى ولو
ساعة من النهار ماذا في صحائفنا وماذا نعمل في أيامنا وليلة. حضرتك لما تصحى من النوم وانت رايح تصلي الظهر احسب الفجر يخلص صلاة 5:30 والظهر 11:30، ال6 ساعات دول احسبهم عملت فيهم ايه؟ دول 6 ساعات، 6 ساعات في 60 دقيقة بكام؟ 360 دقيقة في 60 ثانية بكام؟ كتير. انت تحاسب على الثانية وكسر من الثانية. احنا قلنا قبل كده ان الامام احمد كان يئن في مرض موته، فلما بلغه ان احد العلماء قال ان الامين يكتب كف على الامين، فاحنا نقول هتاخد قد ايه؟ فكل حاجه بتتكتب. هذا بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة قالت امرأته وحزنا، طبعا واحدة وحزنا، فقال لها لا قولي بل وطربا وفرحتي غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. وعن انس بن عياض قال رايت صفوان بن سليم ولو قيل له غدا القيامه ما كان عنده مزيد. قلت له بكره القيامه ما يقدرش يعمل حاجه. لو قالوا لك بكره هتموت فتفضل طول اليوم ساكت وتفضل طول اليوم اي فلوس عندي طلعوا في المسجد تعملوا صدقات وانت يا تحفظ القران وانت تصلي وانت ما عملت طول اليوم هتبقى كده. ما كان عنده مزيد على ما هو عليه من الآيات. وقد قيل لعبد الله بن عمر توفى فلان الأنصاري قال رحمه الله قالوا ترك 100,000. لو أنا قلت لك فلان مات وساب 100,000 أول رد فعلك تقول إيه؟ يا بخت ولاده، يا بخت مناطق الإنسان يبقوا كده. وتمنى 100,000 كام؟ قال عبد الله بن عمر وهو ده الفرق المعالجة الذهنية، ان الناس دي كانت بتبص للامور ازاي واحنا بنبص للامور ازاي. قال ولكن هي ما تركته، مين اللي هيستمتع بيها؟ ولاده. ومين اللي هيتحاسب عليها؟ لقد قال لكن هي لم تتركه وكيف تتركه وهناك كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. إنها الدنيا حلالها حساب وحرامها عذاب. الحلال اللي انت جبته من حلال تتحاسب عليه جبته منين وصرفته منين. اما الحرام فانت هتتعذب بيه وبعدين تتعذب صرفته فيه. أخي الحبيب وقد دب الخوف إلى قلبك وتعثر لسانك واهتزت أطرافك وتبعثرت أوراقك ترغب في توبة صادقة وتجد في طلب ملجأ آمن. رنت عيناك نحو الدار الآخرة وهمك مطلب عال سام ترجو رحمة ربك وتخشى عذابه. أبشر برحمة ومغفرة لمن لجأ إلى جناب الله هاربا من ذنوبه فارا من معصيه. ولنا وقفة أخرى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. قل سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.